الأستاذ سامح عاشور. احنا بنتحدث عن شعار رائع وهو شعار مجانين العلاج ومجانين الصحة في مصر. يجب ان ندرك ان القضية اصبحت الان شعار خالي من مضامين كثيرة، بغض النظر عن الجهد المبذول في بعض الجوانب او في بعض الزوايا او في بعض الخدمات، لكن الحقيقة تؤكد ان العلاج المجاني في مصر عنوان لامتهان الناس ولابراز فقرهم ولانتقاص حقوقهم في العلاج ولضياع فرصتهم في الشفاء التي كان من الممكن ان تتساوى مع القادرين على هذا العلاج. واصبح الحديث عن المجانية، وبلاش نتكلم عن المستشفيات اللي موجودة في الاقاليم، لا في سوهاج ولا في ساقولتا ولا في غيرها. تعالوا نروح القصر العيني ونشاهد الفرق بين الجناح الاقتصادي او الجزء الاقتصادي الذي يعالج فيه الناس بالاموال وبين الاخر الذي يعالج فيه الناس بالمجان. سوف نجد الفرق بين الجنة والنار، بين الحياة وغير الحياة، بين الحياة والقبور. لا يمكن تحت دعوى الامكانيات ان تضيع حق الدستوري في العلاج المحترم للمواطنين في كل المستشفيات. لا يجوز ان يكون هناك مستشفى، لا يجوز ان يكون هناك علاج في درجة اولى ودرجة ثالثة. ده معناه انه في انسان هيعالج وانسان لن يعالج. معناه انه حتى في المستشفى الواحدة ان يكون هناك علاج في درجة ثالثة وعلاج في درجة اولى، معناه انك انت بتقضي على هؤلاء الذين يقيمون في الدرجة الثالثة.